أول ضحايا يأثروب داخل الأهلي، ونجم بارز يقترب من الرحيل إلى السعودية في يناير. تشهد أروقة النادي الأهلي حالة من الترقب والقلق بين اللاعبين بشأن مستقبل مشاركتهم تحت قيادة المدرب الدنماركي ياسوروب في الفترة المقبلة. وسط هذه الأجواء اللاعب يقترب بشكل كبير من عدم الظهور في التشكيلة الرسمية، وذلك بسبب أسلوب اللعب الذي يعتمده المدرب. يعتمد ياسوروب بشكل واضح على الضغط العالي في خط الوسط مع سرعة استعادة الكرة، ومن ثم شن الهجمات المرتدة السريعة. وهو أسلوب يتطلب لياقة بدنية عالية وثقة كبيرة في تنفيذ التحولات. لكن تطبيق هذا الأسلوب داخل الأهلي يضع محمد مجدي قفشة في موقف حرج، حيث عانى اللاعب مؤخرا في منطقة وسط الملعب، خاصة في استعادة الكرة التي لا تعتبر من نقاط قوته. كما يعاني من بطء واضح في بناء الهجمات، الأمر الذي دفع المدير الفني السابق خوسيه ريبيرو إلى استبعاده سريعا من التشكيلة بعد مباراة الدوري الأولى أمام مودرن سبورت. في سياق متصل، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن نية إدارة الفريق فتح ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق فور انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك في محاولة لحسم ملف مستقبله بشكل نهائي قبل انطلاق بطولة السوبر المصري في نوفمبر المقبل. وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط بالتنسيق مع إدارة التعاقدات ستعقد جلسة قريبة مع اللاعب ووكيل أعماله للتفاوض على عقد جديد ينهي عقده الحالي الذي ينتهي بنهاية الموسم، مع وضع شروط مالية تعكس مكانة اللاعب ودوره في الفريق. وأكد المصدر أن الأهلي يدرس جميع السيناريوهات، مشيرا إلى أن في حال عدم التوصل لاتفاق أو استمرار مماطلة اللاعب، سيخطر ديانج رسميا بإمكانية الموافقة على رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، شرط وصول عرض مالي يضمن استفادة النادي قبل نهاية عقده. ومن المعروف أن اللاعب يمتلك عروضا خارجية أبرزها من نادي سعودي أبدى رغبة قوية في ضمه، إلا أن الأهلي يفضل بقائه شرط حسم ملف التجديد سريعا لتجنب أي أزمات تعاقدية مستقبلية. وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن سوروب عقد جلسات مكثفة مع وليد صلاح الدين مدير الكرة ومحمد يوسف المدير الرياضي بالنادي لمناقشة مستويات اللاعبين وتحديد احتياجات الفريق الفنية قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية. وخلال تلك الجلسات أبدى المدير الفني إعجابه الكبير بعدد من العناصر على رأسهم مروان عطية، مؤكدا أنه مسمار خط الوسط في الفريق لما يمتلكه من ثبات انفعالي وقدرة على قطع الكرات وبناء اللعب بدقة. كما أشاد بأداء تريزيجيه وزيزو ومحمد علي بن رمضان، واعتبرهم من أكثر اللاعبين القادرين على تطبيق فكر والخطط داخل الملعب.